أول جزء من توي ستوري خد 4 سنين عشان يتعمل. كان أول فيلم أنيميشن في التاريخ معمول بالكمبيوتر بالكامل. So now if I want him to smile, I can just grab one of his smile controls, turn that up. Ta-da! دلوقتي الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل فيديو في دقايق من مجرد وصف انت بتديهوله. طيب لو اي حد بقي بيقدر ينتج محتوى، القيمة الحقيقية هتبقى في ايه؟ في منتصف القرن ال19 التصوير الفوتوغرافي بدأ ينتشر، وده غير شكل الفن بالكامل. قبل الكاميرا الرسم ما كانش فن بس، كان كمان واحد من طرق توثيق العالم بصريا. لو عايز تحتفظ بشكل شخص او مكان او لحظة تاريخية او مشهد في الحياة، غالبا كنت محتاج رسام. علشان كده لقرون طويلة كانت الدقة في تمثيل الواقع مهارة مهمة، مش لأن الفن كله مجرد نسخ للواقع، لكن لأن مفيش وسيلة تانية وقتها تقدر تسجل التفاصيل بنفس الطريقة. وفجأة الكاميرا قدرت تعمل ده بشكل أسرع وبدقة أعلى. الرسام الفرنسي بول ديلاروش نسب له مقولة بتقول: من اليوم مات الرسم. هل كان فعلا الرسم مات وقتها؟ بالعكس، لما الكاميرا قدرت توثق الواقع بدقة، عدد كبير من الفنانين بدأوا يسألوا: طيب لو الكاميرا قدرت تسجل شكل العالم، احنا دورنا ايه؟ مونيه ما رسمش زهور اللوتس، رسم احساس الضوء على الميه. فان جوخ ما رسمش السما بالليل، رسم القلق اللي انت بتحس بيه وانت بتبص لها. بول سيزان دمر المنظور التقليدي خالص عشان يوري ازاي العقل بيفهم المكان، مش ازاي العين بتشوفه. كتير من الفنانين اللي ركزوا على الدقة التقنية اختفوا مع الوقت، بس مونيه وفان جوخ وسيزان غيروا الطريقة اللي الانسان بيشوف بيها العالم للأبد. الذكاء الاصطناعي شال جزء ضخم من الحاجز التقني، الكتابة والصوت والتصوير والمونتاج. حاجات كانت زمان محتاجة وقت ومهارة بقيت دلوقتي أسهل من أي وقت. بس في حاجة: الذكاء الاصطناعي مش شورت كات، هو مالتي بلاير. يعني إيه؟ يعني إنه بياخد اللي عندك ويكبره. لو عندك رؤية حقيقية هيخليها أوضح وأقوى وأسهل في التنفيذ، وهيضاعف قدرتك في التعبير عنها. بس لو مفيش رؤية هيكبر الولا حاجة. هتلاقي كلام كتير بس ملهوش معنى. الميكروفون ما بيفرقش ما بين الدوشة والحكمة، هو بس بيكبر الصوت. إيه اللي هيميز محتواك؟ نفس الحاجة اللي كانت بتميزه قبل كده، مش الأداة، الطريقة اللي بتشوف بيها العالم.